اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا في الشتاء يعني موسم القرنبيط متوفر جدا وحلو قوي في الوقت ده. ما تيجي نعمله بطريقة حلوة وكمان نفرزنه معانا لفترة أطول بكميات كبيرة. هنجيب معانا أي كمية انت هتستخدميها أو حابة ان انت تفرزنيها في التلاجة لفترة أكتر. تمام. الناس اللي بيقولوا القرنبيط أو القرنبيط من الحاجات اللي ما ينفعش تتفرزن، عايزة أقول لكم الكلام ده مش صحيح. بنفرزنه على طول، بنطلعه وبنعمله بيطلع زي الفريش بالضبط. تعالوا نشوف هنعمله إزاي. يلا نسمي الله، تنسوش لايك وشير تعليق حلو منكم كده ليومياتي في المطبخ. مبدئيا كده زي أي حاجة بتتسلق هنجيب مية على البوتاجاز، مية على مية سخنة تكون بتغلي. تحطي فيها حبة ملح زي أي سليق احنا بنعمله إذا كان كرنب أو قرنبيط. تمام. القرنبيط هنا بنحط فيه المية اللي احنا بنسلقها كمون علشان الغازات بعد كده ما يعملش انتفاخات في البطن. تمام. حابة تستبعديه براحتك. حابة تضيفي كمان كركم علشان يكون لونه أصفر كده وجميل. تقدري طبعا تضيفي كركم ومع الملح وكمان الكمون. هنسلقه بقى، بس هنا شرط مهم جدا لنجاح القرنبيط بتاعك ما يتهريش منك في الفريزر مع التفريز. تسلقيه تلات ارباع سلق. تلات ارباع سلق. يعني إيه تلات أرباع سلق؟ يعني أنتِ ما توصليش للمرحلة اللي هي stop بقى إن هو خلاص المرحلة الأخيرة إن هو استوى، لأ، تلات أرباع سوا يا جماعة. بعد كده هنطلّعه على حاجة واسعة، نسيبه يتفرزن سوري، نسيبه ينشف خالص من السوايل اللي فيه. وعايزة أقول لِك كمان خلّي وردات القرنبيط بتاعتِك ما تكونش صغيرة علشان ما تتهريش منِّك إذا نسيتيه حبّة على البوتاجاز أو ما عرفتيش السوا بتاعه. تكون ماسكة نفسها كده، ولمّا تيجي تقدّميها للأكل على طول، ابقي قطّعيها وردات صغنّنة خالص عند التقديم. تمام يا ست الكل؟ لمّا تيجي تقليها، ولمّا تيجي تطلّعيها من الفريزر. بس أهم حاجة بعد ما يتسلق تطلّعيه على صينية كبيرة، ما تحطّيهوش في أي سوايل تاني مَيّة، سيبيه يهدى لوحده. دي تلات أرباع السِوَى اللي أنا باقول لكم عليها. أنا عايزاه يوصل للمستوى ده في السلق بتاعه. تمام. لا مهري ولا لسه مسك نفسه اللي هو ما يشدش معاكِ علشان ما يكونش خرب منِّك. تمام. لازم يكون تلات أرباع سِوَى زي ما أنتِ شايفة كده، الحبات كلها ماسكة نفسها، مش مهرية خالص وكمان مش مجلدة، علشان لو جلدت منِّك هتبقى وحشة جدًا وسيئة في التسوية. تمام يا ست الكل؟ بعد كده فرزنتهم بقى، بعد ما نشفوا خالص من السوائل عبيتهم في أكياس وحطيتهم في الفريزر. وادي طلع معانا ممتاز جدًا. كل وردة ماسكة نفسها. لمّا آجي بقى أجهّز الخلطة بتاعته هاقطّع الوردات دي، يعني مثلًا الوردة الكبيرة دي على 3 وردات صغننين، واحطه في الخلطة بتاعتي بس لمّا يفُك شوية من التلج. ما احطهوش وهو مجمد ولمّا آجي أقليه واحمّره ألاقيه من جوّه عجين، لأ، أسيبه خالص برّه التلاجة. بعد ما يفُك معايا أسقّطه في الخلطة وبعد كده أحمّره. ده بعد ما اتحمّر عايزة أقول لكم روعة.